شعار الحرب الفساد. حرب الفساد. الا شفتي الفساد عكر لي والله، لا شفتيه ما تيبانش. الاطراء غير مشروع، ومن اين لك هذا ولا ما عرفتش كيفاش غادي نسميوه. انا استغرب السيد الوزير وانتم تتحدثون في التقديم ديال المذكره ديالكم كتقولوا الفساد الانطباعي. الله يا ودي، كيفاش الفساد الانطباعي السيد الوزير؟ 17 مليار سبقتوا تكلمتوا عليه وقلتوا ما مفكينش، التي اسمنت واثبتت وارغدت. هذا فساد انطباعي. زواج المال بالسلطه فساد انطباعي. الصفقات ديال التحليه وديال تندراره وزيد فساد انطباعي. هذا المخطط الاخضر الذي اتى على الاخضر واليابس وجعل المغرب حديقه لاسرائيل. شوفوا الترتيب ديال اسرائيل في لافوكا. هذا فساد انطباعي. ملي كنتكلموا على الفراقشيه واش هذا فساد انطباعي؟ ملي كنتكلموا على واحد العدد ديال الخروقات، ها اللي عنده السيكوريتي واللي عنده الشركه ديال الادويه واللي والحمد لله خيرنا ما يدي غيرنا والامور دايره والنشاط، هذا فساد انطباعي. هذا سمحوا لي سيد الوزير، الفساد فساد. واخرج جيل زيد دوره من دورات التاريخ. ملي كنتكلموا على الربيع العربي دوره من دورات التاريخ. دقت ناقوس الخطر وكانت الحكمه والتبصر عند جلاله الملك، ورده الفعل ديال الدوله كانت محترمه واستطاعت ان تحتوي ذلك الحراك. اليوم للاسف الدوله لم تكن موفقه الى الحد كبير في مواجهه جيل زيد الذي لم يكن بالقوه التي كانت لدى الربيع العربي. جيل زيد ملي خرج لانه كيشوف اللي الفوق غادي كيطلعوا الفوق واللي تحت غادي كيهبطوا لتحت واللي الوسط هبطوا لتحت. هادشي علاش خرجوا هاد الناس ديال جيل زيد. بالتالي انا كنقول بانه هاد من اين لك هذا المفروض انه هو الاول اللي تكون عندكم الشجاعه باش تخرجوا السيد الوزير. ما تقولولناش فساد انطباعي، والارقام تتحدث والمؤسسات الدستوريه تتحدث، التقارير ديالها تبين وتؤكد وتدين هذا الفساد اللي هو ماشي انطباعي، اللي هو حقيقه سيد الوزير. بالتالي كنختلف معكم جمله وتفصيلا في هذا ونقول لكم سيد الوزير، هذا الضغط يولد الانفجار. هذا الضغط على الحريه ديال التعبير وديال الصحفي اللي يتكلم نطوقوه، وديال راه المغرب عنده 3500 كيلومتر، عنده فين يخرج يشم الاكسجين. ما بغيناش قوارب الموت باي طريقه من الطرق. كل ما ضغطتي لداخل راك تقول له خرج على برا. بالتالي راه غادي يخرج لك. قالتها واحد السيده وانا كنتفرج، قالت لهم النهار الاول خرج لكم هاد الوليدات ديال جيل زيد، خرجوا وليدات ظريفين زويونين قاريين لي ماستر لي دكتوراه كذا كذا، عطيتهم الهرمكه واحد شويه ويخرجوا لكم هادوك اللي بداو تيدقدقوا تيهرسوا تيشخشخوا. بالتالي راه الضغط كيولد الضغط، القسوه كتولد القسوه. كنت من الاحتواء ديال هاد الناس هادو كون راه حنايا مشينا في المسار اللي مشينا فيه نهار كان الربيع العربي. بالتالي تضييق على الحريات السيد الوزير المفروض انه يعني نوقفوه. هذا الشيء ماشي مزيان لبلادنا للاسف الشديد. ما كنحملكمش المسؤوليه بحدكم سيد الوزير، ولكن كنحمل المسؤوليه جزء منها انتم كاينين فيها، جزء فيه الحكومه. والحكومه هذا الفساد اللي كنتكلموا عليه اللي ماشي انطباعي كما قلت كتحمل فيه الحكومه واحد القسط اللي هو كبير جدا، ويذكي هذاك التوجه ديال التبخيس اللي كنتكلموا عليه والتيئيس وديال التنقيص من قيمه السياسه، الممارسه السياسيه والسياسيين، والاضعاف ديال المؤسسات المنتخبه. والبارح حنا كنتكلموا مع السيد ممثل المجلس الاعلى للحسابات وثالث هذه النقطه هذه ديال انه المتابعات تطال في غالب الاحيان المنتخب وخاصه رؤساء الجماعات. ما كنزاش رؤساء الجماعات، والصوره اللي كاينه في هذه الولايه هذه للاسف الشديد صوره قاتمه، نقاط النور فيها محدوده جدا. ولكن رغم ذلك كيبقاو منتخبين سياسيين المفروض والاصل فيهم انهم يمثلون الامه، سواء المؤسسات التشريعيه او يمثلون الساكنين على المؤسسات المجالات الترابيه. لا بد من انه نساهموا كاملين من اجل اننا ننوروا هذا المجتمع من ان هذا المنتخب جزء من هذا الوطن. الا كاينين الفاسدين خصنا نطوقوهم، اما نساهموا في ان كل شيء تولي الصوره قاتمه. للاسف هذا امر يعني غير منطقي. مشروع احداث مراكز الاشخاص الخاضعين لتدبير العلاج كنا طرحناه معكم سيد الوزير، وحنا كنعرفوا بان ماشي مسؤوليتكم بوحدكم، ولكن كاين حتى القطاع ديال الصحه اللي داخل في هذا. وكان يعني من ضمن يعني النقاط اللي تناولتها يعني تقارير دستوريه بحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي افرد هذا المركز ديال المعالجه على الادمان في جوج ديال التوصيات، التوصيه الثالثه والتوصيه التاسعه بلا ما نرجع لهم. كنتمناو ان يرى النور، لانه بالفعل جزء كبير من الجريمه ملي كنرجعوا كنلقاو يا الادمان يا الامراض العقليه، يا الادمان يا الامراض العقليه، نسبه اللي هي غالبه، وانتم في المجال وفي الميدان ادرى منا كثيرا. ما معنى ان نتحدث عن استقلال القضاء فيما تتغول المصالح الخاصه داخل القرار السياسي؟ ما معنى ان نرفع شعار تخليق الحياه العامه والحكومه نفسها تسحب قانون الاثراء غير المشروع دون خجل؟
ذلك القانون الذي كان ينتظره المواطنون كأداة لمحاربة الفساد تحول إلى رهينة لتضارب المصالح داخل هذه الحكومة. وما جرى هو بكل صراحة وصمة عار في سجلنا التشريعي والسياسي، ودليل على أن شعار الشفافية والنزاهة لم يكن سوى واجهة لتبرير واقع مغاير. اليوم سمعت الفساد الانطباعي ضار بشكل كبير بين المتدخلات قبل مني. كنقول بأن واش القضاء اليوم داخل المحاكم يحاكم الفساد الانطباعي؟ ما عرفتش عنا حنا عندنا الثقة في القضاء ديالنا، وبالتالي كنقولوا بأن الأمر بيده. السيد الوزير، اسمح لي نقول لك أن الفساد الذي تحقق في عهد هذه الحكومة لم تسبقها إليه أي حكومة، من رئيس الحكومة الذي يعرف الجميع أنه استفاد من كل الصفقات والهموز، إلى وزير في قطاع حيوي واستراتيجي ببلادنا مكن وزيرا في نفس الحكومة من دعم في قطاع السيارات، وهذا الوزير الذي يدافع بكل جرأة عن مديرة معهد أعلنت عن منصب ووظفت نفسها بنفسها في ضرب لكل القوانين والأعراف. شنقولوا للأجيال ديالنا؟ ما هي الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى هذه الأجيال؟ طبعا نثمن بعض الأوراش التشريعية المفتوحة كالقانون التنظيمي 86/15 المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين لما له من أهمية في تحسين الحقوق والحريات، لكن نرفض أن يتحول هذا التقدم القانوني إلى مجرد واجهة تجميلية تخفي تراجعا أخلاقيا وسياسيا فاضحا. قانون المسطرة المدنية السيد الوزير تضمن بين ثناياه مقتضيات تضرب الحقوق والحريات لولا رأي المحكمة الدستورية التي أكدت أن هناك مقتضيات تخالف الدستور. أما بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الذي لم تستطع لا الحكومة ولا البرلمان إحالته على المحكمة الدستورية، تستر على ماذا السيد الوزير؟ لكونه يتضمن مقتضيات متناقضة للدستور والحقوق والحريات. إن استقلال القضاء لا يتحقق في بيئة يسود فيها تضارب المصالح وضعف الإرادة السياسية وخضوع المؤسسات لمنطق الولاءات بدل الكفاءات. العدالة ليست شعار بل ممارسة يومية تقاس بمدى جرأة القضاء على قول الحق في وجه السلطة والمال والنفوذ. السيد الوزير، ضروري نتكلم لك على المنطقة ديالي اللي أنا منها، اللي هي مدينة شفشاون. ومعروف بأن هذه المنطقة هذه اللي كان فيها الحمد لله مؤخرا العفو الملكي، والذي أعاد الكرامة إلى مجموعة من المواطنين الذين كانوا يعني متابعين في حالة سرح. نقول لك سيد الوزير،